يا اختي دخلت كده على الفرعون الكبير الصغير، لقيته قاعد كده مساهم في الشاشه. قلت الراجل ده بيتفرج عليا، لقيته بيتفرج على جعفر العمده. قلت يا لهوي تاني، هو عايز يتجوز عليا 3 زي ما جعفر العمده اتجوز؟ طلعت جاري، رحت جايبه كده بستيليا فيها شويه ميه دافيين وشويه ملح، وقمت سحلاه كده من على السرير. فيها الحقوني. قلت له اسكت هص خالص بدل ملوشه. قال لي فيها. قلت له تعالى نقعلك رجليك اللي بقى لها 4 سنين ما اتغسلتش دي من يوم ما اتجوزنا. قال لي حرام عليك انا لسه مصلي الفجر وجاي. قلت له ده غسيل عن غسيل يفرق، تعالى. رحت جايبه الحجر كده، وفضلت ادعك في كعوب رجليه، وقلت له تعالى طلع لك الجاله خلي في رجلك. وقاعد كده مساهم وبص فيها بيقول لي هتعمل ايه؟ قلت له هص هذبحك. المهم راح قاعد ساكت. رحت جايبه الفوطه حاطه له كده على رقبته، ورحت عامله له فيها ان انا حلاقه. رحت جايبه له المكنه وجبت الصابون، ورحت جايه على خده كده وقعدت اسوي له السوالف اللي بيقولوا عليها دي. ولا مش عارفه اصلا بنعمل ايه. هو لا طب بالراحه، طب بتوجعيني. قلت له اقول لك ايه، مش عايز اسمع صوتك خالص طول ما انا شغال. قال لي انا اسف انا اسف. المهم رحت جايبه المكنه ورحت نازله بيها على دقنه كده ومسوياها، شغاله في وشه كده تحت ردم كده. خلصت المحاره قلت يلا ندخل بقى على النقاش. انا واخداها تشطيب بقى، صنفره ومعجون وبياض. وقعد يقول لي طب انت بتعملي، طب فهميني طيب. قلت له هتشوف في الاخر. قال لي طب انت بتعرفي تستخدمي المكنه دي؟ قلت له ايوه بعرف استخدمها. انت ايش عرفك انت؟ قعدت اعمل له كده اسوي له في دقنه وانفخ كده واسوي له فيها. المهم المكنه سكتت. قعدت اخبط فيها، هي حجاره ولا عمال اخبط في المكنه. ايه ده البتاع مش قادره تشتغل ليه؟ عمال اخبط على ريحه مبحلقه كده. قال لي في ايه؟ قلت له ما فيش حاجه حبيبي ما تقلقش. قال لي امال انت مالها المكنه؟ قلت له شكلها فصلت شحن، استنى بس احطها شويه على الشاحن، والاول اعمل لك كده شويه ماسكات وحمام كريم على شعرك وبعد كده نرجعوا تاني. رحت جايبه له البتاع ده اسمه ماسك الفراعنه. قال لي ماسك الفراعنه؟ قلت له مش انت فرعون لازم احط لك ماسك الفراعنه. قال لي ماشي ربنا يستر. المهم جبت المنديل رحت مسحه له وشه، وجبت له الكريم بتاع الغسول بتاع الوش ده، ورحت حاطه له على وشه كده وراح غسل وشه تاني. ورحت جايبه البتاع اللي هو لسان الطور ده، ماسك اسمه لسان الطور. قال لي لسان الطور؟ ايه لسان الطور؟ احنا قاعدين في مزرعه مواشي ولا ايه؟ ده قلت له انت بتفهم في الماسكات؟ قال لي لا. قلت له خلاص يا حبيبي تبقى تسكت بقى. قلت له تعالى ما ابل لك شعرك واعمل لك حمام كريم على ما الماسك ينشف على وشك. قال لي طب بصي هروح اغسله واجي. قلت له لا عشان تخلع انا هعمل لك اعمله لك واعمل لك الماسك. رحت عامله له الماسك على شعره ومسرحه له، وجيت قعدت اقشر له البتاع ده من على وشه كده، وهو مستسلم يا عيني زي ما تقولوا كده خايف يتكلم ولا مش عارفه. المهم رحت منشفه له وشه كده وغسله له شعره، رحت جايبه له كده الهباب الاسود ده حطاه على وشه. قال لي حرام عليك انت بتهببي لي وشي ليه كده؟ قلت له ده اذا كان عاجبك انا هروقك بس استنى. قال لي والله يا ربنا يستر انا مش مطمن. قلت له بتقول حاجه حبيبي؟ قال لي لا يا حبيبتي تسلم ايدك اشتغل. قلت له بحسب. رحت جايه كده شايله الماسك كده من على وشه ونطلعاه، وطلعت له بقى كل الرؤوس السودا في وشه، ورحت جايبه له فوطه سخنه حطها له على وشه كانت مولعه. قال لي حاسبي يا ست. قلت له هي كده ما تتكلمش. جبت له البتاع اللي هو بيستخدمه بعد الحلاقه ده منلوك عشان ما يطلعلوش حبوب، وجبت له كريم ترطيب ورحت مرطبه له كده وشه كله. هو يعني مستسلم، انا والله صعب علي بس عملت نفسي ان انا مش واخده بالي يعني. وجبت كريم من الشعر رحت فركله شعره بيه كده وفركله دقنه ولا عريس كده في ليله الدخله بجهزه. قلت له حبيبي عشان العيد. قال لي العيد ربنا يستر ربنا يستر. قلت له ما تقلقش انت في ايد امينه طبعا. لقيته كده عمال يبص على دقنه يمين وشمال بيقول لي ايه ده؟ قلت له ايه يا حبيبي في حاجه غريبه ولا؟ قال لي في ناحيه محلوقه وناحيه مش محلوقه. قلت له اصلا ما يعرفش ان المكنه باظت مني. قلت له دي الموضه. قال لي الموضه يعني الموضه انزل الشارع وامشي بجنبه وجنب؟ قلت له مش رامز كل سنه في رمضان بيغير شعره؟ قال لي بس ده شعره. قلت له انا غيرت لك في دقنك من باب التغيير يعني. قال لي انا عايز افهم ايه ده. قلت له انت عارف لما تنزل في الشارع الناس كلها هتشوفك وتقلد اللي انت عملته ده، في العيد هتلاقي الناس كلها عامله نفس الحلقه في دقنها. راح جه معيط.